ده الفيديو الثالث لتصميم السينما الصغيرة اللطيفة بتاعتنا دي، واللي هنكمل فيه على الأجزاء اللي فاتت بقية التصميم. وطبعا هسيب لكم اللينكات بتاعة الأجزاء اللي فاتت في الآي اللي فوق دي وفي الديسكريبشن كمان. فخلينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. بعد كده علشان اعمل الارض بتاعه السينما فانا ممكن اعملها بنفس الطريقه، فهقف هنا وبعدين هدوس تاب عشان اروح للاديت مود، وخلينا نرجع دي ايفي تاني علشان تبقى خفيفه معانا، وهقف على بس الفيس دي وهروح على الماتيريال بروبرتيز واعمل نيو ماتيريال وهعمل نيو وهعمل لها اساين. بعد كده هختار من البيس كولر هنا هختار ايمج تكستشر، وبعدين هعمل اوبن بنفس الطريقه. من عندي هختار التكستشر بتاعه السجاده اللي انا كنت عملت لها داونلود. بعد كده نفس الكلام اللي عملناه من شويه هروح على اليو في اديتنج، ومن هنا خليني اخليها رندر بريفيو علشان اشوف انا بعمل ايه، وهقف على الفيس دي وهعمل لها سكيل حاجه زي كده وجي، وهجيبها في الكورنر هنا بالشكل ده. وبكده لو تاخد بالك ان هي اتكررت هنا لوحدها بشكل تلقائي، فخلينا نختار الفيس دي ونعمل لها سكيل اكتر حاجه زي كده مثلا، وخليني اعمل جي واسحبها في الكورنر بالشكل ده. وهناخد بالنا هنا ان هو لوحده كرر لي الشكل بتاعها، فخلينا دلوقتي نروح على سايكلز مثلا عشان نشوف الشكل. فبقى عندي شكل الارض حاجة زي كده. خلينا نفتح الاريا لايت تاني، فبقى عندي شكل الارض حاجة زي كده. دلوقتي خلينا نرجع على اللاي اوت تاني، ومن هنا هروح على الماتيريال بروبرتيز، وكنت حابة ان انا ازود الرفنس بتاعتها خالص حاجة زي كده، علشان دي مفروض ان هي تكون سجادة، فمش مفروض ان هي تعكس قوي الاضاءة بتاعة الشاشة. فعليت الرفنس بتاعتها على الاخر حاجة زي كده. الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها علشان اخفف الحمل على البرنامج شوية وانا شغالة، ان انا هاجي في الفيو بورت وهخلي الماك سامبلز حاجة زي 100 مثلا، ده هيكون كفاية بالنسبة لي دلوقتي. وهخلي الديفايس دي بدل ما هي سي بي يو جي بي يو كومبيوت، وده علشان انا عندي كارت شاشة. فلو انت عندك كارت شاشة مشغله يستحسن ان انت تخليها جي بي يو. طبعا الرندر السامبلز بتاعتها انت ممكن تخليها زي ما انت حابب، بس انا هخليها حاجة زي 300 مثلا. بعد كده هروح على البلين اللي تحت دي وهغير اللون بتاعها، فهديها ماتيريال وهعمل نيو، ومن هنا هقلل بس الماتيريال حاجة بالشكل ده، وهقلل الرفنس بتاعتها. خلينا ندوس A عشان نسلكت كل حاجة ونعمل جي زد وبس نرفعها شوية فوق الارض حاجة زي كده. ودلوقتي ممكن اختار البلين دي واعمل كمان جي زد وارفعها شوية حاجة بسيطة زي كده. بعد كده خلينا نروح نعمل الماتيريال بتاعة السماعات دي، فهختار الشكل اللي بره ده وهعمل نيو وهديها برضو ماتيريال سودا، فبس هنزل السلايدر ده لتحت شوية، وهحاول ان درجة اللون بتاعة الماتيريال دي تكون مش هي بالظبط درجة اللون بتاعة الحيطة علشان تبان دي من دي حتى لو قريبة منها في اللون. وهقلل الرفنس بتاعتها علشان تبقى بتلمع، وده هيفيدنا كمان شوية في ان هو هيعكس الإضاءة اللي جاية من الشاشة دي، فهيكون شكلها لطيف ورياليستيك شوية. طبعا نفس الكلام هعمله للسماعة اللي في النص نفسها دي، فهديها لون برضو غامق حاجة قريبة من الأسود، بس دي هزود الرفنس بتاعتها حاجة بالشكل ده. طبعا ممكن أسمي الماتيريال أسامي علشان أبقى عارفة إن دي أنهي ماتيريال، فأنا دي ممكن أعملها بي جلوسي علشان تبقى بلاك جلوسي، ودي خليها بمط. ودلوقتي ممكن اروح على الجزء ده على السماعة التانية واختار دي، وعلى طول من السهم الصغير ده هدي للي بره بجلوسي نفس الماتيريال، ومن هنا هدي دي بمط. وبكده انا عملت الماتيريال بتاعة السماعتين. كنترول اس علشان نعمل سيف. الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا هروح اقف على الجزء ده، ومن الموديفايرز هعمل اد موديفاير وهعمل بافل موديفاير، وممكن اخلي السيجمنتس بتاعته 2 واقلل الاماونت شوية حاجة بالشكل ده. وطبعا كليك يمين وشيد سموث، وبعد كده كليك يمين وشيد اوتو سموث. طبعا في اي وقت لو انت حابب تشوف ايه الشكل اللي انت وصلت له فمش هتشوفه واحنا منورين الدنيا كده، فممكن نروح على الاريا لايت دي ونقفلها من الفيو بورت فيبدأ يبان عندنا الشكل حاجة زي كده. وممكن كمان ان احنا نروح من هنا على الورلد بروبرتيز ونمسك الكالر ده وننزله خالص فنضلم الدنيا تماما علشان نشوف الشكل النهائي اللي احنا واصلين له لحد دلوقتي. فده الشكل اللي احنا واصلين له، وزي ما
هو واضح طبعا الإضاءة جاية من الشاشة كأنها فعلا الشاشة منورة، بس طبعا لغاية ما نخلص الماتيريال محتاجين الإضاءة علشان نشوف احنا بنعمل ايه. فهعمل كنترول زد وهرجع كل حاجة زي ما هي. دلوقتي ممكن بس نخفف الإضاءة دي شوية لو احنا حابين، فممكن اعملها حاجة زي 200 مثلا علشان تكون أخف شوية. الحاجة اللي بعد كده اللي انا هعملها ان انا حابة اني اعمل بيفل للسلالم دي، فاختار الاول الجزء ده وهروح اعمل اد موديفاير وهعمل بيفل موديفاير، وممكن اخليها 4 سيجمنتس واقلل الاماونت دي شويه حاجه زي كده، وبعدين كليك يمين وشيد اوتو سموث. ونفس الكلام هحتاج اعمله في السلم ده. فالسلم ده لو انا جيت عملت اد موديفاير وبيفل موديفاير وعملت زي ما عملت في السلالم اللي جنبه، خليني ازود دي ل4 مثلا واقلل الاماونت بتاعتها لحاجة زي 0.05 زي اللي جنبها، وهنا هلاقي ان حصل عندي المشكلة دي بالشكل ده. طيب مهم جدا برضو ان انت وانت شغال تكون عارف المشكلة جاية معاك منين. في الاول طبعا هتكون مش عارف تحديدا ايه المشكلة، بس في حاجات بسيطة ممكن تبص عليها لما تواجهك مشكلة زي دي. خلينا نشوف ممكن نحلها ازاي. اول حاجة هاجي من هنا من علامة المونيتور دي وهدوس عليها علشان الغي الموديفاير بس من الفيو بورت كده من عندي، وخليني اعمل جي زد للسلم ده عشان اشوف فين المشكلة. اول حاجة هاخد بالي منها ان هنا كان في سلمة انا ما خدتش بالي منها وانا بعمل السلالم، فتقريبا ففي قيمة عملتها غلط فسببت لي ان هنا بقى في سلمة زيادة. تاني حاجة هاخد بالي منها انه الجزء ده منغبش بالشكل ده. النغبشه دي معناها ايه بقى؟ معناها ان انت هنا عندك تو فيسز على بعض. فلو جينا مثلا واحنا واقفين على السلالم دي ودوسنا تاب عشان ندخل جوه الاديت مود، فلو انا وقفت على الفيس دي وعملت جي زد ورفعتها لفوق حاجه زي كده، هاخد بالي ان انا هنا عندي الشكل حاجه زي كده. طيب احل المشكله دي ازاي؟ خليني اعمل كليك يمين عشان الغي اللي انا عملته، واول حاجه هعملها ان انا هقف على الفيس اللي فوق دي وهعمل اكس وديليت فيسز. انا كده مسحت الفيس الاولى، ودلوقتي ممكن اقف على الفيس دي كمان واعمل اكس وديليت فيسز. لما عملت كده لو تلاحظ اني بقى عندي الجزء ده مفرغ، فدي حاجه ممكن تعملي مشكله وبقى عندي هنا ايدج زياده. طيب هحل المشكله دي ازاي؟ لو انا اخترت التو فيرتسز دول وعملت اكس وديليت فيرتسز، هلاقي ان هو مسح لي الجنب ده كله من السلم. اول حاجه انا ممكن اقف على الفيس ده كده واعمل اكس وديليت فيسز، وبعدين لو انا جيت على الفيرتكس سelection واخترت الفيرتكس دي ودي والاتنين دول كمان ودوست اف، فهلاقي ان هو عمل لي فيس مظبوط بدل اللي كان موجود اللي كان مفرغ من هنا. هلاقي ان ده مظبوط مقفول تماما على السلم. فدي اول حاجه ممكن اعملها. تاني حاجه ممكن اعملها ان انا عايزه اعوض التو فيسز اللي بتوع جنب السلم اللي احنا فقدناهم دول، فانا ممكن اعمل نفس الطريقه. خليني اجي من هنا هدوس على الواي، فهاجي اعمل كده هفضل ادوس عليها لغايه لما يجيب لي الشكل من الجنب بالشكل ده، وهختار كل الفيرتسز اللي عندي من الجنب ده وهدوس اف، وكده انا عملت فيس هنا. ونفس الكلام من الناحية التانية. خلينا نيجي على الجزء ده ونعمل هايد كده من الفيو بورت، ونيجي كده مرة كمان وهاجي هختار السلم نفسه هدوس شيفت اتش، وكده هيخفي لي كل حاجة ما عدا السلم بس، وهدوس تاب عشان ادخل جوه الاديت مود وهختار كل الفيرتسز اللي من الجنب ده. ودلوقتي لما اتحرك هلاقي ان الفيس ده لسه مش معمول، فهدوس اف، كده انا عملت فيس الناحية التانية كمان. وبعدين هعمل الت اتش علشان ارجع كل حاجة تاني زي ما كانت، وبكده بقى عندي شكل السلم حاجة زي كده. دلوقتي لما هختار السلم ده وهرجع البيفل موديفاير هلاقي انه المشكله اللي عندي اتحلت بالشكل ده، فهدوس كليك يمين وشيد اوتو سموث برضو، وبقى عندي شكل السلم حاجه زي كده. فاهم حاجه ان انت لما تلاقي حاجه حصلت عندك، مشكله حصلت عندك في الشكل بتاعك، اول حاجه حاول ان انت بس تبص على البيزكس وتحاول تكتشف المشكله جايه منين. خلينا نعمل جي زد علشان ننزله تاني على الارض زي ما كان حاجه زي كده. ودلوقتي ممكن نرجع للرندر بريفيو علشان نشوف الشكل بقى عامل ازاي. فبقى عندنا حاجه زي كده. طيب خلينا نحول من سايكلز على ايفي علشان الدنيا تخف معانا شويه مؤقتا. وبعدين الحاجه اللي انا محتاجه اعملها بعد كده ان انا محتاجه ادي السلم ده نفس الماتيريال بتاعه الارض. فهعمل ده ازاي؟ هاجي من الماتيريال بروبرتيز الاول، خليني اروح على الماتيريال بتاعه الارض اللي هي ماتيريال 004 دي، وممكن اسميها رج يعني سجاده. وهاجي من هنا من السلم وهفتح دي، ودلوقتي بقت عندي ماتيريال اسمها رج اهي، بقت عارفه انهي ماتيريال فهختارها، وبكده هي اتطبقت عندي هنا بالشكل ده. ونفس الكلام اللي انا عملته مع الارض هحتاج ان انا اعمله مع السلم. فهروح على اليو في اديتنج
ومن هنا ممكن افتح الريندر بريفيو حاجه زي كده عشان اشوف انا بعمل ايه. ودلوقتي لو انا اخترت الفيس دي هلاقي ان هي شكلها حاجة عاملة زي كده، فده مش نفس الشكل اللي عندي هنا. طيب علشان اتأكد ان انا عندي يو في ماب كويسة وبطريقة سهلة بالطريقة الاوتوماتيك اللي البرنامج نفسه بيعملها، فهاجي من هنا وهعمل ايه عشان اعمل سيلكت اول، وهدوس كليك يمين وهعمل من هنا انراب وهروح اعمل سمارت يو في بروجكت، وبعدين هخليني مع الديفولت سيتنجز زي ما هي وهدوس اوكي. وبكده هلاقي ان هو شكل اليو في ماب بتاعتي اتغيرت بالشكل ده، بس كده هتكون مظبوطه اكتر معايا وهتريحني اكتر في الشغل. حتى لو تاخد بالك ان دلوقتي الشكل اهو بتاع جنب السلم بقى هو زي ده، الاول كان شكله مربع كده كان مش مظبوط. فهبدا ان انا اختار فيس من الفيسز اللي عندي دي. فاول حاجه هعملها ان انا هختار الفيس دي وهاجي من هنا وهدوس ايه عشان اسلكت كل ده، وهعمل اس عشان اعمل سكيل، وهبدا اظبطها حاجة زي كده على الشكل ده علشان تاخد نفس التكستشر دي اللي احنا عاملينها للأرض. فهظبطها حاجة زي كده. ودلوقتي لو جيت من هنا هلاقي انه هي بدأت تطبق اهي بالشكل ده، بس انا حابة ان هي تكون اصغر من كده، فهعمل سكيل تاني واكبر دي علشان التكستشر نفسها تكون اصغر، وجي وهحركها حاجة زي كده. تمام، معقولة، ممكن أصغرها كمان شوية، فهعمل سكيل وأكبر الفيس دي وجي وهجيبها مكانها حاجة زي كده. ودلوقتي تقريبا بقت نفس الحجم بتاع الأرض، فهي كده شكلها لطيف بالنسبة لي. فكل اللي أنا هعمله إن أنا هعمل نفس الكلام ده مع بقية الفيسز كلها. فهمسك فيس من الفيسز بتاعة السلم دي وهعمل فيها نفس الكلام اللي أنا عملته هنا بالظبط. تمام، فعملت حاجة زي كده. ودلوقتي لما أرجع على اللاي اوت فبقى عندي السلم واخد نفس اللون بتاع السجادة حاجة بالشكل ده. وطبعا لو حبيت ممكن ان انا اعمل روتيت 90 وجي واجيبه حاجة زي كده هنا لو انا حابة ان انا اغير الروتيشن بتاع الشكل ده حاجة زي كده، وكنترول اس عشان اعمل سيف. طيب هتيجي تقولي مثلا انه انا سبت الجزء ده بتاع السلالم اللي من قدام ده. طيب انا سبته ليه؟ انا سبته علشان انا حابة ان انا اديله ماتيريال تانية. انا حابة ان انا اخلي ده منور زي لما بتيجي تروح سينما فبتلاقي ان هم منورين السلم. فهنعمل ده ازاي؟ هروح ادوس تاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وهختار الفيسز دي كلها اللي انا حابه ان انا اديها ماتيريال مختلفه او ان انا اخليها منوره، وهعمل نيو ماتيريال من هنا، ومن هنا هعمل نيو وهعمل اساين. كده انا اديت الفيسز دي بس ماتيريال مختلفه. وبعدين هبدا اظبط الماتيريال. فهاجي من سيرفيس من هنا بدل ما هي برنسبل بي اس دي اف هخليها ايميشن علشان تبقى نور، وهغير الاضاءه نفسها هديها حاجه على ازرق حاجه زي كده، وخلينا نغيرها لسايكلز علشان نشوف التأثير عامل ازاي. فبقى عندي حاجة زي كده. طبعا علشان اشوف الشكل النهائي برضو اللي انا عملته فانا هحتاج ان انا اقفل الاريا لايت اللي انا عاملاها، وممكن اقلل الاضاءة بتاعة الورلد خالص وادخل في الاوبجكت مود. وكده بقى عندي شكل السلم حاجة زي كده بقى منور من هنا. طبعا مش شرط ان انا اقفل الاريا لايت خالص، انا ممكن افتح الاريا لايت وممكن بس اقلل الاضاءة بتاعتها، ممكن اخليها كمان اضاءة صفرة شوية حاجة زي كده، او ممكن اخليها حاجة على ازرق، وممكن انزل الاضاءة خالص ممكن اخليها حاجة زي 100 بحيث انك تكون شايف الدنيا عاملة ازاي، بس الاضاءة ما تبقاش جامدة ان هي تبوظ لك شكل التصميم بتاعك. وطبعا ممكن نزود الإضاءة لو انت حابب، فممكن نقف على السلم واروح من هنا من الماتيريال وهاجي على الماتيريال دي واقدر ان انا ازود السترينث او القوة بتاعة الإضاءة زي ما انا حابة حاجة زي كده. ونفس الكلام بالظبط اللي انا عملته في السلم ده هعمله مع السلم التاني. بعد كده طبعا لو احنا حابين ممكن نغير لون الشاشة دي علشان تكون لايقة مع السين كله. ودلوقتي الحاجة الأخيرة اللي هتتبقى معانا هتكون الكراسي، فممكن نختار مسند واحد بس من بتوع الكراسي دول ونعمل نيو ماتيريال ونديها ماتيريال غامقة خالص مثلا حاجة زي كده، وممكن أقلل الرفنس بتاعتها شوية بسيطة حاجة زي كده. وبعدين هختار كل المساند بتاعة بقية الكراسي بالشكل ده، واخر حاجة هختارها هيكون المسند اللي انا اصلا اديته اللون ومن السهم الصغير ده، وهعمل copy material to selected. وكده بقى عندي كل الكراسي ليهم نفس اللون بتاع المسند. الحاجة اللي بعد كده هعمل نفس الكلام في لون الكرسي، فهختار ده وهعمل نيو وهختار له لون يكون مثلا احمر غامق
حاجة زي كده، وهنزل البرايتنس بتاعته شوية من هنا، حاجة زي كده هخليه قريب للنبيتي مثلا. ونفس الكلام اللي انا لسه عاملاه من شوية، هختار كل الاجزاء بتاعة الكراسي بالشكل ده اللي انا عاوزة ان انا اديها نفس الماتيريال، وبعدين هختار الظهر بتاع الكرسي اللي انا اصلا اديته الماتيريال، ومن السهم الصغير ده وهعمل copy material to selected. وبكده بقى عندي كل الكراسي جاهزة بالشكل ده، وده بقى الشكل النهائي عندي بالشكل ده. وبكده يبقى فاضل لنا بس التظبيطات الأخيرة بتاعة الكاميرا وبتاعة الإضاءات. فبكده نكون خلصنا التصميم بتاع السينما الصغيرة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.